السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الورديان، وأهلا بكم في عرب الورداني. حلقة النهاردة كالعادة بوم البوم وكلها تصدير وصورة وقول تعالي ومالي على الآخر. هنتكلم بتفاصيل كتير وأحداث مهمة جدا لآخر أخبار واستعدادات النادي الأهلي ونادي الزمالك. أوجه رسائل قاصفة للجبهات لصحفي كده محدش سمع عنه في طبق اليوم طالع يهبد. المفروض إنه صحفي يعني المفروض إن هو فاهم وراجل كبير، لكن الموضوع ملوش علاقة بالسن، الموضوع علاقة بالعقل، وأقول إيه وما أقولش إيه وأفكر في الكلام. ما عندناش الكلام ده عندهم تحت الصفر، مفيش اي فهم. نفوس مريضه كل هدفهم في الحياه الشحاته المعلبه، وشغلتهم على استفزاز الجماهير والترند وشغل رخص. هنوضح كل حاجه بالتفصيل، بس البدايه بقى كل اخواتي وحبايبي قبل نبدا في الحلقه مع بعض نصلي على اشرف خلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ويا ريت ندعي الوالدي بالرحمه والمغفره. اللهم ارحم ابي رحمه واسعه واغفر له واجعل مرضى شفيعا له يوم القيامه. اللهم نور قبره واجعله روضه من رياض الجنه. اللهم اسكنه في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وموتى المسلمين اجمعين. ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. ربنا يحفظ اخواتنا فلسطين وينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي الورديان فضلا وليس امرا قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم كل جديد بننزله احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم المستمر لينا وانتم ذوقوا يا حبايبي الورديان. ويلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كلنا ندعي لاخونا اللاعب احمد رفعت بالشفاء العاجل، اللهم اشفيه شفاء عاجلا غير اجل لا يغادر سقما، وجميع المرضى في العالم امين يا رب العالمين. الحمد لله حاله اللاعب احمد رفعت مستقره لحد دلوقتي، وباذن الله يتعافى سريعا ويعود المشاركه في اقرب وقت مع فريقه مودرن فيوتشر. يلا نبدا باخر اخبار واستعدادات النادي الاهلي والتشكيل الامثل من وجهه نظري والغيابات والصفقات الجديده اللي النادي الاهلي دعم بيها مع بدايه الموسم. بالنسبه للغيابات، النادي الاهلي طبعا عنده غيابات كتير جدا كلهم مؤثرين ومن القوام الاساسي للفريق، من اول حارس عالي من النادي الاهلي منتخب مصر محمد الشناوي وياسر ابراهيم وكريم نيدفيد، هو كمان في اخبار طلعت ان هو مش جاهز، وامام عاشور واليو ديانج وسام ابو علي، كلهم غيابات مؤثره جدا ومن القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي ومن الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي. كمان طبعا عمر كمال عبد الواحد والزنفولي مش موجودين مع النادي الاهلي، لان عمر كمال عبد الواحد كان مقيد في القائمه الافريقيه وهو في مودرن فيوتشر، مش مقيد في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي. ونفس الكلام محمود الزنفولي ما تأيدش اصلا في القائمه الافريقيه. ده بالنسبه لغيابات النادي الاهلي. بالنسبه للتشكيله غيابات مؤثره جدا، بس النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي والبطولات والانجازات اللي حققها النادي الاهلي بتقول ان النادي الاهلي ما بيعرفش حاجه اسمها يأس، ما يعرفش حاجه اسمها يأس، ما بيقفش على لعيب، مع ان اللعيبه دي مؤثرين جدا زي ما قلت ومن القوام الاساسي للفريق، كمان من القوام الاساسي لمنتخب مصر. ولكن مارسيل كولر هيبدا طبعا بأوفا مصطفى شوبير، الحارس الواعد اللي ثبت نفسه وكسب الرهان وكسب ثقه جماهير النادي الاهلي اللي بالملايين. الحارس الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي بيدعموا مصطفى شوبير وبيقولوا ان هو هيبقى ليه مستقبل كبير جدا، واكبر الانديه في العالم صرحت بالكلام ده لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير وطبعا علي معلول اللي لسه في كلام لحد دلوقتي برضه على موضوع تجديده مع النادي الاهلي، ولسه مفيش قرار نهائي ولسه مفيش مسؤول مصدر في النادي الاهلي حتى يطمن الجماهير ان هل هيتم التجديد لعلي معلول ولا لا. واتكلمت يا جماعه مليون مره في الموضوع ده، قلت علي معلول لو هيجدد لمده موسمين يستحق وعمل كتير جدا مع النادي الاهلي، وانا شايف من وجهه نظري حتى لو ناوي انك تدعم محمد شكري خلاص ويحيى عطيه الله او خادم دياب او لسه اللعيبه دي لحد ما تيجي النادي الاهلي وياخدوا على الاجواء وكاني وماني وباين وفاني هياخدوا وقت. الكلام ده ممكن يأثر على الفريق بالسلب، حتى لازم تاخد وقت نجوم وكل حاجه، بس ممكن ياخدوا وقت. انا خليني في ايه؟ انا خليني في اللي قدامي، ما يبقاش ابني في ايدي زي ما بنقول واروح ادور عليه. علي معلول وجوده يا جماعه، علي معلول يلعب كمان سنتين وثلاثه على فكره، يبقى اجدد له، يبقى الانسب ان انا اجدد له حتى لو لمده موسمين. وفي لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي مسؤولين النادي الاهلي قالوا هيجددوا لهم ويستحقوا وكل حاجه، ما حدش قال حاجه ولا هيتم ترضيتهم ماليا. علي معلول بقى له 8 أو 9 سنين في النادي الاهلي
ما شاء الله كلهم بطولات وكلهم انجازات. يبقى علي معلول بما يرضي الله، علي معلول يستحق. يبقى علي معلول في التشكيله زي ما قلنا مصطفى شوبير، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ومحمد هاني. بالمناسبه مارسيل كولر ريح بعض اللاعيبه الدوليين بعد ما خلصوا المشاركه مع منتخب مصر، وفي برنامج مخصص لمحمد عبد المنعم، برنامج استشفائي عشان محمد عبد المنعم ما يحصلوش اصابات الفتره اللي جايه. ده بالنسبه للعيبه خط الظهر. طبعا العالمي بعد كده مروان عطيه. مين تاني بقى مع محمد مجدي قفشه؟ ابدا بمين مع محمد مجدي قفشه؟ من وجهه نظري ابدا بعمرو السوليه. ما عنديش غير عمرو السوليه واحمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا قدامه فتره لحد ما يرجع. عمرو السوليه بيقوم بالادوار الهجوميه وبيقوم بالادوار الدفاعيه، مش نفس كواليتي امام جريندايزر، امام عاشور اللي بيتمنى له الشفاء العاجل، وهو كلنا مصابين باذن الله، وباذن الله يتعافى سريعا ويرجع المشاركه مع النادي الاهلي ومنتخب مصر في اقرب وقت، ولكن بيأديها ولاعيب كبير. يبقى مروان عطيه ومحمد مجدي قفشه وعمرو السوليه. واللي هقول ليه اخترت محمد مجدي قفشه: ناحيه اليمين بيرسي تاو ماو فاو او كريم فؤاد، وناحيه الشمال عندي رضا سليم، وعندي مستر سوني حسين الشحات، وعندي طاهر محمد طاهر لسه مجدد مع الفريق. في الهجوم طبعا في كلام ان اسامه ابو علي مش جاهز، هيبقى يا كهربا يا انطوني مودست. وانا طبعا من وجهه نظري ابدا بكهربا وبيرسي تاو ورضا سليم. ليه بقول بقى قفشه في نص الملعب مع عمرو السوليه؟ انا عاوز دي كده تكتيك وتشكيله صح من البدايه. انا عاوز بقى ايه؟ انا عاوز شراسه هجوميه، عاوز شراسه هجوميه، عاوز لعيب نص الملعب بيتحرك في كل حته، بيعمل دربكه للاعيبه، لعيب سريع مهاري عنده رؤيه، كل الكلام ده مين؟ محمد مجدي قفشه. وكمان مروان عطيه لما بيتقدم ما بيكون في تدعيم بالناحيه الهجوميه بيقدر يعمل الكلام ده، والكرات الطوليه العكسيه اللي بيعملها وتغييرات الملعب وكل الكلام ده. يبقى انا لازم ابدا، دي بقى تعليمات المدرب غير التشكيله الصح والكلام ده. اولا حاله اللعيبه، كلنا شفنا حاله اللعيبه في الماتش الثاني بتاع منتخب مصر وكرواتيا، كان على عكس الماتش بتاع نيوزيلندا. ده غير الغيابات طبعا وغير كل الكلام ده، وهتكلم بقى عن الموضوع اللي قلت لي عليه واوجه الرسائل للصحفي اللي محدش يعرفه في طبق اليوم ده هو حاجه كده يعني زفت الطين خالص. يبقى دي اهم حاجه، الضغط المتقدم. امتى اعمل الضغط المتقدم؟ في انهي وقت؟ الضغط العالي، الريتم السريع في اللعب، التنوع في اللعب، الاختراقات، فتح المساحات، العرضيات، كل الكلام ده مهم. استخلص الكرة بسرعه، المسافات امتى تبقى قريبه، امتى افتح مساحاتي، في توازن في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، استغل اشباه وانصاف الفرص. دي عوامل مهمه جدا عشان اقدر احقق المكسب واقدر افوز بالبطولات وكل الكلام ده. حاله اللعيبه والامور الفنيه اللي اتكلمنا عنها دي اهم العوامل. لو قدر لعيبه النادي وانزل بشخصيه النادي الاهلي بقى، ما انزلش اصل مش عارف ايه، اصل بتاع، اصل خلاص الكلام ده انتهى. انزل عندي الشراسه الهجوميه، انزل مش خايف، انزل عندي ثقه. الكلام ده كله بيربك حسابات الفريق المنافس، خاصه اذا كان الماتش على ارضه. انما هنزل متراجع متذبذب مش عارف، حرص زياده عن اللزوم، الكلام ده كله هيضرني انا. النادي الاهلي يا ريت النادي الاهلي هيبقى وفر على نفسه كتير جدا لو مثلا الماتش خلص 1-0 للنادي الاهلي او 2-0 او 2-1 للنادي الاهلي، هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي في ماتش العوده اللي هيكون في القاهره. دي اهم العوامل. لو قدر لعيبه النادي الاهلي يطبقوها وينفذوها، النادي الاهلي هيكسب هناك وهيكسب هنا، وباذن الله النادي الاهلي يكون موفق ويكون اللقب رقم 12 للنادي الاهلي. احنا كده اتكلمنا عن الغيابات واتكلمنا عن التشكيل الانسب للنادي الاهلي. كمان مارسيل كولر ضم لقائمه الفريق المفاجاه احمد عبد القادر ومحمود متولي. مارسيل كولر كان مستقبل احمد عبد القادر من فتره كبيره جدا وقرر عوده احمد عبد القادر، ونفس الكلام محمود متولي، خايف ان يحصل اصابه تاني او يحصل اثار مضاعفه لمستر سوني حسين الشحات، وخايف برضه من نفس الكلام بالنسبه للمدافعين. عشان كده قرر انه يضم احمد عبد القادر ومحمود متولي بعد ما كان بيقول محمود متولي عشان الاصابات ومش الاصابات، ولكن هو ده القرار الصحيح وده اللي قرره مارسيل كولر.
كمان في مفاوضات من مسؤولين بالنادي الاهلي مع مين؟ مع احمد رمضان بيكهام المنضم حديثا للمنتخب المصري، المدافع ولاعب النادي الاهلي السابق واللي بيلعب حاليا مع فريق سيراميكا كليوباترا. احمد رمضان بيكهام رغبته الاولى النادي الاهلي، وبيقول لو المسؤولين بالنادي الاهلي فعلوا بند الشراء اللي في عقدي انا موافق ان انا ارجع للنادي الاهلي ورغبته النادي الاهلي. لكن يقول دي رغبتي الاولى، يقول يا جماعه لكن ده لو ما حصلش والنادي الاهلي مش عاوزني انا عادي جدا ممكن اروح اي نادي. طبعا يقصد بالكلام ده نادي الزمالك، عشان في مفاوضات مع احمد رمضان بيكهام من المسؤولين بنادي الزمالك، وفي مفاوضات طبعا مع الجناح لاعب نادي فاركو وليد فرج. واتكلمنا قبل كده ان في تعاون مشترك بين المسؤولين بالنادي الاهلي واداره فاركو، في تعاون مشترك بينهم لما محمد فخري راح لنادي فاركو الموسم اللي فاتوا بنسبه كبيره هيكون وليد فرج موجود في النادي الاهلي، بس مارسيل كولر طلب من المسؤولين بالنادي الاهلي ان هم يجهزوا تقارير عن اللاعب وليد فرج لمده الثلاث مواسم اللي فاتت لحد الموسم الجديد الحالي، عشان يشوف حاله اللاعب كانت عامله ازاي، اصاباته، انذارات، غياب قد ايه، مش عارف ايه، عشان يقيم اللاعب فنيا وبدنيا وكل حاجه، وبعد كده يقرر ويحسم موضوع انتقاله للنادي الاهلي. ده بالنسبه للاعب وليد فرج. واخيرا محمد شريف مهاجم الخليج السعودي اللي عقده بينتهي مع فريق الخليج السعودي بنهايه الموسم الحالي، ومش عاوز تقريبا كده مش هيجدد مع الخليج السعودي. دخل في المفاوضات مع محمد شريف الاستاذ ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز. محمد شريف اعلنها صراحه ان عودته لمصر هتكون للنادي الاهلي فقط لا غير. ده بالنسبه لاخر اخبار النادي الاهلي. بالنسبه لاخر اخبار الفارس الابيض نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك قرروا صرف مستحقات اللاعبين المتاخره للموسم الحالي، وهيكون في جوائز ومكافآت لدعمهم وتحفيزهم لمباراه مودرن فيوتشر اللي هتكون يوم الاحد اللي جاي في مواجهه مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه. ده اللي قرره مجلس اداره نادي الزمالك. وجوزيه جوميز بيصعد مدافع الشباب حسن ابو المعاطي مواليد 2005 ولاعب منتخب الشباب. شايف انه هيكون بديل كويس في وجود احمد فتوح، وقبل كده كان في كلام على محيي جمعه برضه بس مواليد 2003، لان في غيابات كتير جدا في المركز ده في نادي الزمالك. طبعا محمد عبد الشافي الاصابه بالرباط الصليبي، ورحيل قبل كده عبد الله جمعه، ورحيل احمد زكي وحاتم سكر. عشان كده جوزيه جوميز قرر تصعيد المدافع الباك حسن ابو المعاطي. وبالنسبه لاخر اخبار نادي الزمالك، بنسبه كبيره جدا جدا محمود علاء المدافع هيرحل بنهايه الموسم. والرساله عاوز اوجهها القصيفه بقى للصاحب المغمور ده اللي مفكر نفسه وهو حاجه هو مش موجود، طلع ينتقد محمد الشناوي. محمد الشناوي مش حارس عرين، محمد الشناوي على قده وزيه زي اي لاعب وزيه زي اي حارس، وكلام طبعا ما يخش العقل. والنادي الاهلي بطولاته اونطه في اونطه. النادي الاهلي بيقول ان النادي الاهلي بطولات النادي الاهلي اونطه في اونطه، وبيقول كمان ان حتى لما النادي الاهلي ده غير بقى تقطيعه في الكابتن حسام حسن وانه مش عارف ايه وانه كلام الناس الهاطله دي بيقطعوا في حسام حسن حتى لما كسب نيوزيلندا. كمان عمال يقطع في النادي الاهلي، بيقول انا السواد اللي في القلب بدا يطلع. بيقول النادي الاهلي حتى لما بيلعب في البطولات الافريقيه سواء دوري ابطال افريقيا او حتى لما كان بيشارك في الكونفدراليه برضه ما كنتش بشجع النادي الاهلي، برضه ما كنتش بشجعه. حتى لو الزمالك مش موجود الاهلي بس هو الموجود ويمثل مصر في البطوله القاريه برضه مش بشجعه. يعني بيعترف بسواد قلبه وبيعترف بغله وبيعترف بجهله وبيعترف بنقصه وبنفسانته، بيعترف بكل الكلام ده وعمال يستفز الجماهير. طلع بقى كلام الناس العقلانيين، الناس اللي بتفهم كوره. الكابتن عماد متعب اسطوره النادي الاهلي ومنتخب مصر طلع قال يا جماعه هو في ايه؟ كان واضح لنا كلنا اخطاء كتير جدا في التمركز من لعيبه المنتخب، وكان في اخطاء كتير جدا، ولا في ضغط ولا في رقابه
ولا في تمركز ولا في رقابه ولا اي حاجه خالص. يا جماعه في الاول وفي الاخر ليه الهجوم ده كله؟ دي دوره وديه، دي دوره وديه، والغرض منها ان احنا نشوف الايجابيات ونشوف السلبيات ونشوف مين اللعيبه اللي هيكون ليهم دور مع منتخب مصر الفتره اللي جايه، واللعيبه اللي مش هيكون ليهم نصيب مع المنتخب. وده الطبيعي وده واضح لينا كلنا، وكلنا شفنا. عشان في ناس كانت بتطلع تعك اصل مفيش روح، اصل مفيش مش عارف، كلنا اجمعنا ان في روح، وكلنا اجمعنا ان بقى لنا شكل لمنتخب مصر. انت بتلعب كرواتيا، بتلعب ابطال عالم وابطال اوروبا، انت بتلعب مين؟ مع كامل احترامي للجميع يعني. وعندك غيابات كتير جدا، عندك امام عاشور، وعندك احمد سيد زيزو، وعندك احمد فتوح، وعندك رمضان صبحي كان هيجي المنتخب، وعندك محمد صلاح. وبالرغم من ده كله كان ليك شكل برضه وكان ليك هويه قدام منتخب كرواتيا. رغم الغيابات دي كلها كان ليك شكل وكان ليك هويه، وجبت جون، ومصطفى محمد ضيع، وعمر مرموش، وتريزيجيه. ما كانش نفس الشكل اللي قدام نيوزيلندا، بس كان ليك شكل وكان ليك هويه. واتكلمنا ان غياب امام عاشور اثر، هو اللي كان سبب من ضمن الاسباب الكبيره جدا. وقلنا ان امام عاشور بثلاث لعيبه لوحده لعيب مؤثر جدا جدا للصبح، واتمنى يا رب ما يقصرش مع النادي الاهلي غيابه الماتش اللي جاي. غياب امام عاشور ده غير الغيابات الثانيه اللي قلناها دي كلها. اخطاء المدافعين، حاله اللعيبه ما كانتش هي كل العوامل دي. كابتن حسام حسن ماله لما يبقى عندي متوفر كل حاجه ومثلا ما يلعبش لعيب زي ما كان جوي كولونيا 5 5 ما بيعمل، نروح حسام حسن ساعتها ممكن نلوم الكابتن حسام حسن. طيب ايه تاني؟ حتى لو التشكيله كلها موجوده واللعيبه، لو حاله اللعيبه مش هي هو الراجل هيعمل ايه؟ انا مالي؟ انا بادئ بتكتيك ومدي تعليمات، اعمل كذا يا ابني، اعمل كذا، ارجع امتى، روح امتى، اضغط امتى، ده امتى يجي، ده امتى يطلع، اعمل ايه، سوي ايه. انا بدي تعليماتي واللعيبه بتقول حاضر. وبنشوف ده طبيعي جدا في الكوره، ساعات اللعيب يبقى في حالته وساعات ما يبقاش في حالته. ما احنا شفنا في ماتش منتخب نيوزيلندا لعيبه، محمد مجدي قفشه كان بيهاجم وبيدافع، مرموش اللي هو وينج عمال يهاجم وعمال يدافع، اللعيبه كلها عماله تهاجم وعماله تدافع، وكان الاداء جميل. وطلعنا نغني وطلعنا نقول منتخب الساجدين، وروح منتخب الساجدين رجعت من تاني. فيا ريت نخلي عندنا دم رجاء كده، نحس ونخلي عندنا دم ونبطل تخن جلد ونبطل نستفز الناس ونقول كلام في الهوا، كلام ملوش اي 30 لازمه وشعاركم في الحياه الشحاته المعلبه. طبعا انا كلامي ده موجه للقله، البعض حرفيا اللي اتعاملوا على الصوابع اللي مش موجود في الحياه. حبايبي واخواتي، الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. تشتروا لنا رايكم في كومنت. سلام.